زي ما قلنا المرة اللي فاتت، خلاص الأهلي صعد الحمد لله من دوري المجموعات، ولكن عندك ماتش مهم جدا جدا مع الجيش الملكي هيحدد مين المركز الأول ومين كان المركز الثاني. أتمنى طبعا إن الأهلي يصعد مركز أول علشان نلاعب فرقة من التصنيف الثاني وتبقى الأمور سلسة وتبقى الأمور يعني إلى حد ما كويسة، وناخد دفعة كمان إن احنا نعدي الأدوار اللي جاية، الأدوار الإقصائية اللي جاية. خلي بالك مفيش فرقة يا جماعة سهلة، مفيش فرقة سهلة، ان كان صن داونز ولا ان كان الهلال السوداني اللي بيقدم بطوله السنه دي بطوله محترمه جدا، او ان كان الترجي او اي فرقه انت هتقابلها في الادوار الاقصائيه. خلاص يعني دي احسن الفرق اللي موجوده، فكل المباريات صعبه. ولكن ايه المطلوب من الاهلي علشان يعدي المرحله اللي جايه؟ المطلوب من الاهلي كتير جدا. المطلوب من الاهلي الاداء الكويس، المطلوب من الاهلي الفنيات العاليه، المطلوب من الاهلي النهارده ان انت تشوف الكوارث الدفاعيه اللي عندك، المطلوب النهارده من النادي الاهلي او من المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يعالج القصور اللي موجوده عنده في الدفاع. النهارده يعلم اللعيبه ازاي تتمركز في الدفاع، لان انت النهارده شفنا الماتش اللي فات اللي احنا لعبناه في دوري ابطال افريقيا، لا الاهلي كان مستباح بطريقه غريبه جدا. الاهلي كان الدفاع بتاعه شوربه، محدش فاهم ايه اللي بيحصل. الاهلي ما كانش فيه تركيز خالص في الخط الدفاعي، الا ان انت طلعت بالتعادل ودي حاجه كويسه. ولكن انت النهارده لو فضلت بالاداء ده، لا احنا هتحصل معانا مشكله. لو فضلت بالاداء الدفاعي، وانا مركز كمان جدا على موضوع الاداء الدفاعي، لان انت النهارده طالما فريق بطل لازم يبقى دفاعاتك كويسه. حتى قصه مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، المدير الفني قاعد معاهم وده هياخد ماتش وده هياخد ماتش، او ده هيلعب افريقيا وده هيلعب الدوري. انت لو سالتني انا على الحوار ده اقول لك لا، انا يعني مش بحبذ الفكره دي قوي. انا بحب تثبيت مركز حراسه المرمى بخلاف اي مركز تاني في الملعب. حراسه المرمى مركز مهم. هتقول لي مين الاحق ان هو حاليا يكون حارس مرمى النادي الاهلي؟ اقول لك مصطفى شوبير بمنتهى الامانه، لان الراجل الفتره اللي فاتت بيقدم اداء كويس جدا. الولد عنده ثقة في نفسه وعنده ثبات كويس جدا، ولد على خلق، والولد مؤدب. وكمان انت النهارده محتاج ان انت تجدد دماء، محتاج ان انت تجدد في مركز حراسة المرمى، محتاج النهارده ان انت يبقى في تنافسية ما بين الشناوي وما بين مصطفى شوبير. حتى لو الشناوي هيقعد الفترة اللي جايه، طبعا انا عارف الشناوي يعني محتاج ان هو يبقى موجود في ماتشات النادي الاهلي علشان يلعب كاس العالم، علشان الراجل يعني لو لعب كاس العالم ده هيبقى 2 كاس عالم بيلعبهم مع منتخب مصر، حق مشروع للراجل. ولكن هنا مش هنقتل التنافسيه، لازم يبقى في تنافسيه ما بين اللعيبه. لازم يعني كل واحد يا جماعه يدي النادي الاهلي على قدر اللي هو بياخده من النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه كيان كبير، ولازم لعيبه النادي الاهلي تفهم الكلام ده، وتفهم ان هي لابسه تيشيرت تقيل عليها. لازم النهارده زي ما قلنا، او الكابتن وليد صلاح الدين قال لك انا الدولاب بتاع البطولات مليان عندي، الدولاب بتاع البطولات مليان عندي، مش ناقص بطولات. ولكن انت النهارده بترسي مبدأ الاخلاقيات على كل اللعيبه. لازم النهارده تحترم المكان اللي انت فيه، تحترم المنظومه اللي انت فيها، تحترم التكاتف اللي موجود ما بين اداره النادي الاهلي وما بين لعيبه النادي الاهلي وما بين الجهاز الفني للنادي الاهلي. لازم النهارده ترفع القبعه للناس دي. لازم النهارده برغم يا جماعه السلبيات، يعني لو جينا هنتكلم على السلبيات، لا في سلبيات كتير جدا سواء على مستوى الاداره او على مستوى حتى الفني للفريق. يعني انت النهارده في موضوع الصفقات، وده موضوع كبير وملف كبير جدا وملف شائك، وتحس ان لا في مشكله في اداره النادي الاهلي، او في مشكله في لجنه التخطيط، او في مشكله في السكاوتنج بتاع النادي الاهلي. انت مش عارف القصه جايه منين، ولا مين بيختار اللعيبه، ولا مين اللي بيمشي اللعيبه، وهل النهارده المدير الفني هو المسؤول مسؤوليه كامله عن اختيار اللعيبه، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط في اداره النادي الاهلي. كل دي حاجات مهمه هنتكلم فيها، ولكن احنا محتاجين ان احنا نعدي الفتره اللي جايه بالنادي الاهلي، ويعدي ان شاء الله باذن الله البر الامان. سمعت كده بودكاست للكابتن محمود البنا بيتكلم على التحكيم، وبيتكلم على اوسكار اللي هو رئيس لجنة التحكيم المصري، ويقول لك ان الراجل مش موجود، والراجل بيحب وبيكره، والراجل لما اختار القائمة الدولية شاف واحد شبهه فاختاروا للقائمة الدولية. بص انا لا هشكك في الكلام ده، ولا هقول لك الكلام ده مظبوط، ولا هقول لك الكلام ده مش مظبوط، ولكن انا الواقع اللي انا شايفه ان مفيش اي اضافة حصلت للتحكيم المصري من ان انت تجيب واحد اجنبي ياخد بالدولار عندك علشان يمشي منظومة التحكيم.
بصراحه وبمنتهى الامانه، لما كان الكابتن جمال الغندور موجود، لما كان عصام عبد الفتاح موجود، الناس دي ما كانت موجوده برضو كان التحكيم ماشي والدنيا كانت زي الفل. وانا شايف كمان ان انت عندك ميزه كبيره جدا جدا في التحكيم، انت عندك حكام ايديهم نظيفه. يعني خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، عندك الحكام بتوعك لا يقبلوا اللي زي ما بيقولوا الهدايا، ولا لا يقبلوا الرشاوي، ولا يقبلوا هذه يعني مثل هذه الحاجات. فانت النهارده لازم تبني على القصه دي، لازم النهارده يبقى عندك تحكيم مصري كويس، لازم النهارده نجيب مين يفهم فلسفه التحكيم المصري. يعني انت النهارده لازم اولا ترفع مرتبات التحكيم المصري، لان هم بياخدوا مبالغ زهيده جدا ما بتكفيش اي حاجه. فانت النهارده محتاج ان انت ترفع لهم المبلغ المادي اللي انت بتديه لهم كل ماتش. والنهارده لازم تختار الكفاءات اللي هي تروح كاس العالم، تختار الكفاءات اللي هي تمثل منتخب مصر. دي وجهه نظري في قصه التحكيم المصري. واخر حاجه بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم عشان نقفل الحوار ده تماما، هنا بوريده او الكابتن هنا بوريده او الاستاذ هنا بوريده، انا شايف ان الراجل مش موجود على الساحه يا جماعه. الراجل مش حاسس باي شيء بيحصل في الكره المصريه يعني يدعو للتفاؤل. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، انت النهارده حتى عندك منتخب مصر انت مش قادر تدخل عليه عناصر جديده، ولا قادر ان انت تستكشف 3 4 لعيبه تجيبهم علشان يخدموا المنتخب المصري. وشفنا في كاس الافريقيه اللي فاتت منتخب مصر اعلى اعمار سنيه موجود ما بين المنتخبات. فانت النهارده محتاج ان انت تجدد في المنتخب المصري. هل الناس شغاله على الكلام ده؟ هل الناس نزلت وشافت واكتشفت وبتكتشف لعيبه علشان تضيفها للمنتخب المصري؟ اتمنى الناس او اتمنى من الكابتن هنا وريده والخبرات اللي موجوده عنده، والراجل موجود في الفيفا والراجل موجود في كل حته، ولكن لازم يخدم منتخب بلده، لازم النهارده يخدم بلده، لازم النهارده يبقى موجود في كل الملفات المفتوحه بالنسبه لبلده. ولكن انا عايز اشوف ان الراجل انشط من كده، الراجل موجود اكتر من كده، الراجل يبقى ليه رؤيه للسنين اللي جايه، الراجل يعمل بلان للسنين اللي جايه. ونشوف الكره المصريه لازم تتطور، لازم نشوف البنيه التحتيه يا جماعه، لازم نبص على الممتاز به، لازم النهارده نبص على الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، لازم نشوف الملاعب بتاعتهم، لازم نشوف اللعيبه اخبارها ايه هناك، لازم نشوف الناس فعلا بتقدر كره قدم، ولا زي ما احنا بنسمع الكوره فيها فلوس واللعيبه بتدخل بفلوس والاختيارات بفلوس والكلام ده كله. اتمنى ان كل الملفات دي الاتحاد المصري هو اللي مسؤول عنها، الاتحاد المصري هو المنوط ان هو يشوف كل الحاجات دي. يعني البنيه التحتيه بتاعت الاستادات، انت عندك بنيه تحتيه وعندك بنيه تحتيه كويسه، ولكن ارضيات الاستادات صعبه جدا، صعبه جدا الارضيات اللي احنا بنلعب عليها، ما بالك بقى الدرجه الثانيه وما بالك الدرجه الثالثه. لا، محتاجين وقفه كبيره جدا جدا بالنسبه للبنيه التحتيه زي ما احنا اتكلمنا، ومحتاجين ان احنا نبص لمنتخب مصر يا جماعه، نبص لمنتخب مصر بعين الرحمه.